انت بتاخد كام في الشهر يا سويسي؟ رد بعد اذنك. بص يا صاحبي، اقول لك انا جايبها ازاي. دي 100 جنيه، اخر يوميه واخدها سنه 2010 في مصر. كنت شغال على الونش. كان اليوم ده مروحين الساعه 8 المغرب، من الصبح لحد 8 واخد فيها 100 جنيه. بعد ما جيت ايطاليا اشتغلت اول شغلانه ليا ب 20 يورو. كنت بصحى من الساعه 5 الصبح لحد الساعه 8 بالليل، اشيل واحط زي الحيوان ب 20 يورو. 20 يورو دلوقتي انا اكل واشرب واسكن منها. اقسم بالله كنتش بغير اللباس الا بعدها، يعني كل اسبوع أقوم غسله وأقوم نشره وأقوم لابسه، لان كانت الحاجه تحته كنت نايم في الشارع. وغيري كان شغال نفس الشغل بياخد 50 يورو، بس انا كنت راضي بال 20 يورو عشان ما نمشي في الشارع. بعد كده ربنا كرمني وقمت شغال بايه؟ ب 30 يورو. بعدها ب 8 اشهر شويه وقدمت، ربنا كرمني وخدت 50 يورو وكنت بحمد ربنا. قدمت شويه خدت 70 يورو، والحمد لله بعد 15 سنة يوميتي بتوصل 90 يورو. يعني انا جايبها من تحت لتحت. ما تسألنيش انت بتاخد كام، قول لي انت طلع عين اهلك قد ايه عشان تاخد اليومية دي بعد 15 سنة. فعاوز اقول لك يا صديقي، انت لازم أن ترضى باللي انت بتاخده وتحمد ربك. انا اشتغلت ب 20 يورو في ايطاليا، والناس كانت شغاله جنبي في نفس المحل كانت بتاخد 60 يورو، بس مني كنت جاي جديد وكنت نايم في الشارع. فهو خد استغلني، وكنت بحمد ربنا بقول الحمد لله، ما كنتش ببص لغيري. ربنا كرمني بعدها. فربنا طول ما انت بتقول الحمد لله وراضي برزقك صدقني هيكرمك.